السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من حلقاتنا، والنهارده ان شاء الله معانا حلقه مميزه جدا. الحلقه دي عن سوق الجمعه. الفيديو كان طويل شويه فانا قسمته على جزئين. لو انت اول مره بتشوفنا يا ريت تشترك معنا في القناه، بنتكلم في حاجات كتيره جدا. يا ريت تعمل لنا كومنت، اعمل لنا كومنت يا عم واشترك في القناه. لو حتى مش عايز تعمل كومنت قول سبحان الله وما شاء الله، اي حاجه انت تكسب ثواب واحنا نكسب ثواب. المهم ايه، اعمل لنا كومنت كده وانزل اشترك في القناه، ان شاء الله هتلاقي حاجات كتيره هتعجبك. النهارده ان شاء الله هنلف سوق الجمعه، هنفصصه، هنتفرج على كل حاجه. وزي ما انتم شايفين اول حاجه بنبدا بيها الايدين بتاعه الطاسات والحاجات دي. انا كنت عامل حلقه قبل الحلقه دي على طول، هتلاقيني بغير يد الطاسه اللي انا بشتريها من هنا. يعني اشتريت اهو اليد بتاعت الطاسه، هتلاقيني بغيرها وبركبها. فعلا ممكن تحتاج حاجه زي كده. المهم زي ما انتم شايفين طبعا سوق الجمعه في ناس كتير مننا تعرفه، وناس طبعا عندها زي لازم كل جمعه تنزل، وحاجه مقدسه كده انه لازم كل جمعه ينزل. في ناس تانية اول مره تشوفه وما تعرفوش. في ناس برضه هتقول ايه يا عم ده حاجات قديمه ومش عارفين. في ناس لا، بالنسبه لها دي تعتبر كنوز. فزي ما انت شايف كده اهو، حتى لو عايز تغطس، حتى لو عايز تلعب بوكس، شوف بقى يعني كل حاجة موجودة في المكان دوت. زي ما انتم شايفين تنوع مهول لحاجات كتيرة جدا، وهتشوفوا حاجات دلوقتي مش هتصدقوها. يعني من كنت انا نفسي مش مصدق كنت الحاجات اللي شفتها. زي ما انتم شايفين هتلاقي حاجات ادوات مطبخ ماشي، عدد مفكات، ادوات غطس زي ما شفتوا قبل كده. هتلاقي ادوات للبوكس، حاجات رياضيه زي ما انتم شايفين اللي هو الرابر ده اللي بتعمل بيه ادوات، يعني ادوات رياضيه زي ما انتم شايفين. طبعا عدد بكل اشكالها واحجامها وانواعها. وبصوا شوفوا بوريك حتى البواريك وحلل الضغط اهي. حل الضغط طبعا في حاجات بتلاقيها جديده وفي حاجات مستعمله، يعني مش كله قديم وعايز يترمي. زي ما انت شايف حاجه هنا بالشكل ده كده، دي جميع الادوات الكهربائيه والحاجات الكهربائيه ليها. طبعا حتى الاكسات والكلام ده كله. في هدوم طبعا، كميه هدوم كبيره جدا على فكره. وهتشوفوا دلوقتي كوتشيات كمان، كميه كوتشيات كتيره جدا. فلا ما شاء الله هناك بصراحه تنوع مهول. وطبعا في اول السوق خالص، اول ما بتخش السوق من بدايته بتلاقي العصافير والحمام والطيور وكل الحيوانات، الحاجات الغريبه. وزي ما انتم شايفين برضو كل اللي انت عايزه هتلاقيه، وباسعار تعتبر اسعار يعني مش النص، كمان ممكن تلاقيه الربع. بس طبعا لازم تفاصل، لان هو اول ما هيبدا معاك هيبدا بسعر عالي. لكن هتلاقي هناك حاجات كتيره، هتلاقي حاجات كتيره جدا اكتر مما تتخيل. زي ما انت شايف في ناس متخصصه، كل واحد بيبيع حاجته. وفي ناس بتبيع كله على كله زي ما انت شايفين. يعني ده برمودات على شويه ساعات، على ريسيفرات، على حاجات ازاز. ده مثلا بيبيع عدد بس، فده متخصص في العدد بس. بوتاجازات اهيت، هدوم تاني. وطبعا كل دي حاجات قديمة، لكن الكوتشيات الأولانية كانت كوتشيات جديدة. هنا برضو آلات حاسبة، على هدوم، على جونط. فهتلاقي ما شاء الله تنوع كبير جدا. ده بيبيع موبايلات طبعا، الموبايلات دي بالحظ في حاجات هتلاقيها جديدة، وفي هتلاقي قطع غيار برضو لأجهزة كمبيوتر، وهتلاقي قطع غيار لكل حاجة انت عايزها. ففي ناس متخصصة بتتخصص في حاجة معينة، وفي ناس بتبيع كله على كله. زي ما احنا شايفين برضو ده تحف وانتيكات وحاجات جبس وحاجات الاباستر والكلام ده كله. في ناس بتحب الحاجات دي. ودي طبعا لو رحت يعني بازار ولا حاجه اشتريها بمبلغ غالي، هنا هتلاقيها ب50-60 جنيه. طبعا في عجل، في هناك سوق كامل للعجل القديم والمستعمل. وبصوا يعني فتيس عربيه كامل اهو، او اللي هي الجزء اللي فوق دوت، مش الفتيس طبعا كامل. الجزء اللي فوق فيه لعب اطفال طبعا كتيره جدا، وكميات لعب اطفال كبيره جدا. دي جميع انواع الشواحن بتاعه اللابتوبات. وهتلاقي برضو مجموعه بطاريات، وحتى المعسل حاطينه. ادوات مكتبيه، ادوات مدرسيه. دي طبعا الصواريخ والهالاتي. وهتلاقي جميع انواع الشنيورات. في برضو وده الريسيفرات دي جديده على فكره. طبعا جميع انواع السماعات. وهتلاقي كاسيتات. وممكن طبعا انت تكون حاجه عندك حاجه مستعمله او عندك حاجه مكسوره، وتقدر تجيب جزء منها هنا هوت. تقدر تجيب حاجه منها زي ما انتم شايفين. المساعدين بتاعت الموتوسيكلات دي عدد برضو. طبعا العدد دي بره غاليه وبمبلغ كبير جدا، لكن هنا تقريبا هتجيبها بنص الثمن، مش هتجيبها بسعر عالي. زي ما انتم شايفين برضو حاجات كهرباء. ده في حاجة الكمبيوتر اهوت، وفي الهاردات اهيت.
وفي طبعا سماعات وصبات، وهتلاقي حاجات. بص يعني انت طول ما انا بنزل 8 الصبح مثلا، ممكن تلاقيني راجع الساعة 3 مثلا وما بلفش كله. كاسة عربية، عجل تاني، هدوم. طبعا هتلاقي كمية الهدوم كبيرة جدا على فكرة هناك، في كميات هدوم. ده عجل اهو تاني. ففي لا ما شاء الله بصراحة. طبعا قطع غيار العجل كمان هتلاقيها، وهتلاقي حتى العجل بتاع الأطفال. ودي أدوات اهيت للبستنة، يعني لو هتعمل حاجة في اللي في جناين أو كده. وكواريك اهيت، وليها الإيدين بتاعت الكواريك الناحية التانية. وطبعا زي ما انتم شايفين كمان المفكات اهي، الشواكيش بأنواعها، جميع أنواع الصواريخ. هتلاقي كمان المناشير الأركيت موجودة. هتلاقي تنوع كبير جدا وحاجات كتيرة أبعد ما تتخيل يعني. برضو في نفس الوقت هتلاقي هنا هوت ده زيت زيتون كمان. استنى، أنا تخيلوا لقيت مكملات غذائية بتاعت كمال أجسام. هتشوفوا دلوقتي حاجات غريبة مش هتتخيلوها حتى. زي ما احنا شايفين اهو، حاجات للأدوات المكتبية برضو. وهنا برضو عدد هدوم أطفال. هتلاقي موبايلات طبعا بكميات مهولة جدا. فالمكان انت كأنك دخلت عالم تاني. هتفضل ماشي ماشي. السوق كبير جدا. حتى البهارات اهي، يعني حتى حاطين فلفل اسود وشطة اهيت وفريك كوالين بجميع انواعها، لعب اطفال وميداليات، موازين لو عايز تشتري ميزان. عايز اقول لكم ان في السوق كمان، يعني لقيت واحد بيبيع عربية فول كاملة. تخيلوا عربية فول كاملة بتجهيزاتها بتتباع. هوريها لكم ان شاء الله في الجزء الثاني. هنا برضو جميع انواع الالعاب والعجل بتاع الاطفال، الحاجات الصغيره، مش الحاجات العجل الكبير. في عجل طبعا كبير زي ما شفتوه في الاول. هنا طبعا زي ما احنا شايفين الايدين بتاعه اللي هي الكواريك والكلام ده كله، والشواكيش بتختارها طبعا ب5 جنيه ب7 جنيه. جميع انواع اللقم على الشمال اهي. هتلاقي كميه لقم كتيره جدا، بحيث ان انت لو عايز اي لقمه بدل ما تجيبها بمبلغ وقدره من بره، لا هنا هتجيبها بسعر رخيص جدا. وفي تنوع يعني كبير جدا فيها، بالذات اللقم دي والعدد. وهنا طبعا الحاجات بتاعه الادوات الصحيه، الخلاطات وكده. دي بقى العاب، حاجات. بصوا بتاعه المكملات الغذائيه اهي. هتلاقي برضو تاني في دلوقتي واحد متخصص ببيعها، بس معرفش طبعا يعني مين اللي يأمن يشتري حاجة للأكل أو كده من هنا، أو حاجة يعني يستخدمها. الاستخدام ده أكيد حاجة قديمة يعني. طبعا هنا هو زي ما انتم شايفين بقى جميع أنواع اللي هو الريموت كنترول بتاع التكييفات. هتلاقي طبعا أنواع كتيرة جدا، ممكن تاخد زرار ناقصك ولا حاجة. طبعا جميع المستحضرات التجميل زي ما انت شايف، بس معرفش بقى دي سليمة ولا شغلها ايه بالظبط، لكن موجود يعني. كل حاجة موجودة. هتلاقي عايز الحلو موجود، عايز الوحش موجود، عايز الجديد موجود، عايز القديم موجود. وهتلاقي ناس بتبيع حاجات كتيرة جدا وحاجات ما تتوقعهاش. زي ما احنا شايفين طبعا كمية مستحضرات كتيرة جدا. التليفونات بالسماعات بكل الحاجات اللي انت تتوقعها موجودة برضو. وفي طبعا قطع غيار سيارات ان شاء الله هنشوفها في الجزء الثاني، بس ده الجزء الاول عشان ما اطولش عليكم يعني. قسمت الجزء اللي ان شاء الله الجزء الثاني هنشوفه على السبت الجاي باذن الله. طبعا زي ما احنا شايفين اهو برضو ده القرب اللي بتتحط فيها الميه السخنه. هنا برضو جميع انواع بصوا بقى المكملات الغذائيه اللي بقول لكم عليها. هتلاقي بقى هنا حاجات كتيره جدا اهو زي ما انت شايف، حاجات غير. بس طبعا انا ما يعني ما او حاجات سيلتك وحاجات غريبة جدا. هنا برضو هتلاقي كله محطوط على كله حاجات كهربائية، على حاجات عادية. وزي ما انت شايف طبعا انه ده بقى ازايز. لو عايز اي انواع ازايز هتلاقيها موجودة برضو. الناس مش حارمينك من حاجة، كل حاجة موجودة. عايز ازايز هتلاقي، عايز كل حاجة هتلاقي. هدوم قديمة هتلاقي، هدوم مقطعة هتلاقي. هنا طبعا برضو حد متخصص ساعات ريسيفرات. فحاجات لا ما شاء الله بصراحة حاجات كتيرة جدا يعني. هنا ألعاب أطفال بكل أنواعها وأشكالها طبعا. نظارات بكل أشكالها وأنواعها. هنا برضو أهو في مكملات غذائية وحاجات بقى مقويات ومش عارف ايه وحاجات غريبة موجودة.
هنا كوتشيات تاني برضو وستارز، حتى هتلاقي ستارز، هو هتلاقي هنا ده راوتر باين، وده مش عارف ده موبايل ولا ايه. فلو عجبتكم الحلقة يا ريت تعملوا لايك، واستنوا الجزء التاني ان شاء الله.